السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسعد لي كل أوقاتكم يا رب، وربي يجعل أيامكم كلها خير وفرح وسعادة. هالأكلة ما بحسها أكلة عادية، هي فعلا شي بيحمل طعم وذكريات وريحة بيت أهالينا. أول ما بتنطبخ بتفوح ريحتها بكل مكان، وبتحس فجأة بدفء غريب، وكأنه رجعت لزمن حلو بسيط كتير. وبصير الطبق فيه روح. قدموا هالأكلة بسيطة بس عندها قدرة تجمع القلوب قبل ما تعبي البطون، وبتخلي اللحظات العادية تصير أجمل وأدفى. عندي هون 4 باذنجانات، الحجم وسط، لا صغير ولا كبير. رح أفرم بصلتين فرم ناعم، ومثل ما عودتوني دائما لا تنسوني من لايك وتعليق حلو. وإذا فيديوهاتي حبيتوها بتمنى منكم تشتركوا بالقناة مشان يصلكن كل جديد. قليت البصلة بشوية زيت، واللي بحب يحط سمنة بتطلع أذكى وأطيب. رح نزل فوقن اللحمة المفرومة ناعم وفيها شوية دهنة، وحطيت لها ملح وفلفل ورشة بهارات السبعة. رح أقشر الباذنجانات نص تقشيرة، ورح أقليهن بزيت غزير وحامي، ورح أترك الحبة مثل ما هي. بس قبل ما أنزلن بالزيت أكيد رح أعمل خط صغير بالسكينة مشان يفوت الزيت لقلب الباذنجاناية وتستوي من جوا ومن برا. وبهذا الوقت أنا بكون حطيت اللحمة على جنب وحاولت صفيها شوية من الزيت، لأنه الباذنجان مقلي واللحمة مقلاية. بدي أحاول قدر المستطاع إني خفف من نسبة الزيت بالأكل. حطيت صوص البندورة، هذا الصوص هو مو دبس بندورة، هو بندورة بس مطحونة ناعم كتير. اللي بيحب يجيب بندورة فريش ويقشرها ويقطعها قطع ناعمة تطلع كمان كتير طيبة، حسب الرغبة نوع البندورة. بعدين فتحت الباذنجانات من الخط اللي أنا عملته قبل ما سقطهم بالزيت. حطيت الباذنجانات فوق البندورة، وهلأ رح أحط اللحمة بقلبهم. هلأ شو أول أكلة بتخطر ببالكن لما بتسمعوا كلمة باذنجان؟ وليش هي الأكلة بالذات؟ بكون بالسوبر ماركت وبشوف باذنجان، أكلتين بيخطروا على بالي: نزلت الباذنجان والبابا غنوج. هدول الأكلتين خطيرين، أنا كتير بحبن. وهلأ انتو لازم تحكولي شو أكتر أكلة بتحبوها بالباذنجان؟ عبالي جرب فتة المكدوس، أنا بصراحة ولا مرة ضايقتها. اللي عاملها ومجربة وكتير طيبة اكتبولي الطريقة بالتعليقات، وأنا رح نقي الطريقة وأعملها. رح حط الصحن البيركس بالفرن على درجة حرارة عالية لحتى تتسبك البندورة وتتقرمش اللحمة من فوق، والباذنجان يشرب شوي من صوص البندورة، والنكهة رح تكون خرافية. لصوص البندورة رح حطله رشة فلفل، واللي بيحب يحط رشة ملح أو رشة ماجي بودرة، بيطلع كتير طيبة. وهي الأكلة صارت جاهزة، وبتمنى تنال إعجابكن.